وتيجي امه وتقول له اذبح لها القطه يا ابني من اول يوم. هو مين لسه مصدق ان الرجوله انك تذبح لها القطه من اول يوم؟ هو انت فاكر انك لما تبني بيتك على كسره نفس هتصحى تلاقي زوجه حلوه تهنيك؟ ده انت كانك هتربي عدو هيستنى لك على غلطه. تعالوا اقول لكم ليه المثل ده هو بدايه النهايه. يلا نشوف حكايه سامح. سامح دخل الجواز وهو راسم درس السيد من اول يوم. مفيش نزول من البيت، وكفايه تروحي لمامتك مره واحده في الشهر وكلامي يمشي سيف على رقبتك، انا راجل البيت هنا. سامح افتكر انه كده بقى جامد قوي وعرف يحكم بيته كويس، بس الحقيقه ان مراته بدات تخاف منه، ما تحترموش ولا حاجه، بقت تخبى عليه وبتكذب عشان تتفادى نكده وزعيقه وسيطرته عليها اللي فرضها عليها طول الوقت. سامح فعلا كسب المعركه وبقى راجل جامد وصوته بيهز البيت كله، بس خسر السكن والراحه وحب مراته ليه. لازم تعرف يا سامح ان الجواز هو شراكه بين اتنين، مش سيطره ولا حاجه. اللي بيحاول يفرض رجولته بالخوف وبس هو في الحقيقة مهزوز أصلا من جوه. والحقيقة اللي علم العلاقات بيقول البيت اللي ما فيهوش حوار ومشاركة رأي بيبقى عامل زي السجن، سامح السجان ومراته وولاده هم المساجين. الرجولة إنك تكون سند يطمن ويحتوي ويفهم ويبقى فيه بينكم لغة حوار. ونصيحتي ليك، القطة اللي بتذبحها دي هي روح علاقتكم اللي مش هترجع تاني. وقولولي بصراحة، عندكم زي سامح في البيت؟